الشاي بالنعناع هو تاني احلى اختراع بعد التكييف. ازيكم يا شباب، فيديو جديد عندنا النهارده. في حوار اليومين دول داير في السوشيال ميديا، يعني كل ما اخش في حته بلاقيه حوارات هدير عبد الرازق كترت. كل فتره لازم ترجع لنا قنبله جديده، في حاجات كتير قوي انا مش عارف افهم الموضوع، وانا متاكد ان هتلاقي كل المنشنات عليها دلوقتي. لكن قبل ما نخش في الفيديو بتاع النهارده، انت لما بتعوز تعمل لايك بتعمل لايك، فاعمل لايك وبلاش نجاسه. بعد كده تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام وندعي لاخواتنا في فلسطين. شفت القبض على هدير عبد الرازق؟ ما شفتش؟ تعالى انا مش قلت لك هي كانت عامله لايف ان هي هيتقبض عليها، او كانت منزله ستوري حاجه شبه كده، بس ما اعرفش ان اتقبض عليها يعني. قبضت على هدير عبد الرازق وطليقها، وده بعد ما نزلت فيديو وطليقها بيعتدي عليها في شقتها، ضرب وسحل وتهديد، وهي قالت انه بيعمل كده عشان عايز ترجع له بعد ما انفصلوا، لكن هي مش عايزه. طليقها قال ان هي اللي بتطارده واتهمها ان هي بتصوره من غير ما يعرف، وقال ان انا اعتديت عليها عشان هي كانت بتشرب ممنوعات وانا عايزه تبطل. يعني هو الوقت طلقها فاعتدى عليها علشان هي تشرب ممنوعات وعايزها تبطل، بس هو طلقها وهي قالت ان هو بيجري وراها، وخدت الفيديو من كاميرات شقته ونزلته، بس هو طلقها. يعني ايه؟ هما الاتنين كذابين، يعني مين الصادق؟ طيب لا، ما انا عايز اعرف، يعني ممكن اعرف. مش عارف ايه الفيديو ده هدير نزلته الاول، طليقها ساحبها مدخلها الشقه اللي هي شقته، وبيضربها وبيزعق لها، يعني بالاخر كده روقها. اللي انا بقى عايز افهمه دلوقتي، هي بقى نزلت الفيديو ده من كاميرات المراقبه بتاعه شقته هو، يعني دي شقته هو، المفروض هو مدخلها وبيجرجرها. هي بقى جابت الفيديوهات دي من كاميرا شقته ازاي وهو طليقها وما بينهم مشاكل؟ دي مش عارف افهمها. انا مش هعرض لكم الفيديو كده كده الناس كلها شافته. عايز افهم حاجه واحده بس، الفيديو لما اتفرجت عليه في ضرب وزعيق جامد، يعني حرفيا لو قاعدين في صحراء ممكن السحالي واللبراس تتلم حواليهم. هما بقى قاعدين في مدينتي، يعني منطقه سكنيه، فين الجيران وفين الناس؟ يعني الناس تيجي تشوف واحده هنا بتتضرب بتصوت، يعني مفيش خالص اي حد يتكلم. قال لك هنا فيديو لهدير عبد الرازق وهي بتنط من فوق السور وبتقتحم الشقه بتاعه طليقها. ليه؟ مش فاهم. محترفه كمان، ولا كانها بتنط كل يوم من فوق بلكونه. في مرونه في النطه. رد هدير عبد الرازق على فيديو ضربها وسحلها من قبل طليقها. ده واحد انا مطلقه منه من فتره كبيره، يعني طالعين بقى لنا 6-7 شهور اهو. هو انا ساكنه في مكان، هو ساب كل الدنيا وجه سكن في نفس الشارع اللي انا ساكنه فيه، في نفس الشارع، في العماره اللي جنبي، في الدور الارضي، عشان يبقى قاعد لي بقى، قاعد لي. يا ابن الحلال نبعد، خلينا كل واحد يروح لحاله. مفيش، بحبك وما اقدرش استغنى عنك. اسيب البيت وامشي، اروح في اي حته ورايا، في كل حته. ما بيتكلمش بايده، ما بيتكلمش غير بايده، ما بيتكلمش ببقه ابدا. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني اصم، يعني وسيله التواصل الوحيد ما بينكم وبين بعض ان هو يضربك؟ هبا واتجوزني غصب عن اهله فضحوني. هم اللي سببوا على انتشار الفيديو. لا، هو اللي كان معايا في الفيديو ده الجزء الاولاني، بس مش عايزين نسيب الموضوع ندخل. هما يعني حتى انت يا دير اتلخبطتي، وبالك احنا نعمل ايه بقى؟ يعني اهل جوزك التاني هم اللي سبب في فضيحه الفيديو بتاعك مع جوزك الاولاني. بسم الله ما شاء الله، عملت كل ده وانت عندك 27 سنه بس. امال لما تجيبي ال 30 بقى هتكوني عملت ايه؟ بسم الله ما شاء الله عليك، انت اسطوره. امبارح بالليل خرج لي في الباركينج وانا بركب، انا وصاحبتي، بركب معاها صاحبتي، نزلني من السحل وضرب. انت ازاي رايحه تسهري فين، ولا رايحه عيد ميلاد مين؟ موتني، سحلني لغايه شقته جوه. انا مش عارف اقتنع بكلامها. يعني مش فاهم يعني ايه طليقك يجي يسحبك من عربيه وياخدك ويضربك في الشارع كده عادي؟ هي مدينتي كل واحد في حاله، ما فيش حد ليه علاقه بالتاني، اللي بيسحل يسحل واللي بيضرب يضرب. عايز افهم دي بس مش فاهمها ازاي. انا الحته اللي انا نزلتها من الفيديو دي نزلت بس جزء بسيط، لكن هو ما موتني من اول لغايه شقته. بعد لما خدني ودخلني في الفيديو في الاوضه جوه، انا كنت بصور بس قطعت الفيديو، قتلني جوه. اديك قلتي ضربك في شقته، انت بقى جبت نسخه من تسجيل الكاميرات ازاي ونزلتها عندك؟ ودي شقته، كاميراته صح؟ ولا هو خدك ضربك في شقتك انت؟ ايه الحلاوه دي بجد؟ يعني في ضلع ناقص من القضيه. انا عايز اجمعه، الكليك اللي جوايا عايز يجمع كل التفاصيل، عايز الصوره توضح. اتصلت باخوك الكبير امبارح وقعدت اصور تلحقوني، وقعدت اتصل بوالده ووالدته يجوا ينقذوني، ما بيردوش عليا. طب يعني المنطقه السكنيه اللي انت ساكنه فيها او الصحراء اللي انت عايشه فيها، انا عمري ما رحت مدينتي قبل كده، بس عايز افهم هل هي صحراء؟ هل كل بيت بعيد عن البيت التاني ب 10 كيلو مثلا؟ مفيش واحده يا لهوي كده الناس كلها تتلم تشوف ايه اللي بيحصل هنا، حد يطلب النجده كده؟ يعني الكلام ده ما بيحصلش عندكم ليه؟ وانا هبعت لحضرتك ازاي بقى ارضهم هم عملوا فيا، عشان انا مش هسيب حق المره دي. فيديو هو الباشا قاعد ماسك هو اللي مدمن وهو اللي بيتعاطى مش انا. ولما باي شكل من الاشكال لما كنت بحاول ابعد عنه، كان بيحاول يخليني معاه عشان افضل
تحت رحمته. الحمد لله الحمد لله، انا ربنا نجدني، انا اهلي خدوني ووقفوا جنبي. انت الحمد لله ما شربتيش اي حاجه، هو كان بيحاول يغصب عليها ان هو يخليها تشرب علشان تبقى مدمنه وتحت رحمته، لكن هي الحمد لله ما شربتش اي حاجه. الحمد لله هدير زي الفل يا جماعه، عاش ربنا يثبتك. الفيديو ده كان في شقتك انت ولا شقته هو؟ شقته هو. اديكي قلت شقته هو، جبت بقى تسجيل الكاميرات ازاي؟ يعني انا عايز افهم دي يا جماعه، انا هتجنن. عملتها ازاي؟ انت رحت له قلت له بعد اذنك عايزك الكليبايه اللي انا كنت فيها بتضرب هموت واتفرج عليها تاني؟ هو قال لك انا الاثنين وجابها لك، ولا هو اللي جوه اداها لك لوحده؟ ما مش منطقيه برضه. معايا الدخله، انا ممكن ابعت لك الدخله بتاعت الفيديو وهو مدخلني عافيه تمام عشان ما حدش بس يقول لي ايه اللي وداكي. تمام. لا ما فيش حد اقول لك ايه اللي وداك، انا اقول لك جبت الفيديو ازاي، يعني جبت تسجيلات الكاميرات ازاي؟ ولا انت حاطه الكاميرات في شقته وبيتسجل عندك انت ولا ايه؟ مش فاهم، مش عارف افهم. طيب والحوار بقى، الصور اللي هو مصورها لك دي قدامك بودره وجنبيه بتاع البايب بتاع الايس ده والازازه اللمبه دي، ايه بقى دي؟ هو انت اللي انا حكيته ده كله مسدود؟ لا يعني بس عشان الصوره اللي انتشرت. يعني انا اللي حكيته ده كله ولسه بتقول انا اللي بشرب؟ تردي بس على الناس على الحته دي بتوعه هم يعني ولا؟ الحاجه دي بتاعته هو مش بتاعتي انا. الحاجه دي بتاعته، وهي كانت قاعده جنب الحاجه بتحرسها بس قبل ما هو يخش الحمام ويرجع يشد تاني، فهي كانت بتخلي بالها من الحاجه بس، مش اكتر. منطقي هو جدا. اللي مدمن مش انا. صح. وانا بقول اهو، انا في فتره ما من الاكتئاب بسبب اللي جرى لي، سواء حبس او فيديو. هو حاول يخليني اشرب معاه علشان خاطر ابقى تحت رحمته، تمام. عشان ابقى تحت رحمته مدمنه بقى، ما هو اللي بيشربني. وحاول يعمل ده فعلا، بس الحمد لله انا عندي اراده، فربنا نجاني. عندي اراده الحمد لله. الاراده هو ده بقى درس لكل واحد فينا. الاراده دي ممكن تنجيك من اشد الابتلاءات اللي انت ممكن تقابلها في حياتك. لو كلنا عندنا اراده زي بتاعه هدير دي، والله العظيم هنبقى في حته تانيه كلنا. انت بقى هو مصورني انا جنب حاجته وهو المفروض ان انا اللي بشرب. طب انا هبعت لك دلوقتي حضرتك الفيديو عشان برضه ما يبقاش الانتشار عن طريقي على الواتساب ليه، وهو اللي بيشرب. خد بقى كمان، بتقول له انا هبعت لك فيديو عشان ما يبقاش الانتشار عن طريقي. انت قلت هنا يعني الجمله دي بتثبت الانتشار عن طريقك انت، يعني لو حصل فيديو ولا حاجه. وبعدين كل واحد فيكم مسجل التاني وهو بيشرب، فيعني حرفيا عيان بيشرب ميت يعني. محصله بعدها هدير، يعني مش مستاهله. بطريقه ما هو نسي، فانا بفتح الكاميرا بتاعت البيت بشوف مين دخل ومين خرج من عنده، لقيته جايب واحده اسمها قاعد معاها في البيت، وبرضه الفيديو معايا هبعتهولك. انا مش فاهم حاجه دلوقتي خالص. هي بتقول دلوقتي ان هي كانت في علاقه كويسه معاه، فبتراجع الكاميرات بتاعت بيتها، تقريبا الكاميرات دي جايبه تحت، فشافت واحده شمال داخلاله، فقالت له لا بقى كل واحد يروح لحاله. تمام، يعني دي مفهومه. طب الاهم بقى، جبتي نسخه الكاميرات وانت بتتدربي منين؟ اهم حاجه عنده نفسه وقله الادب والوساخه والحياه الدنيويه. تقول اهم حاجه عنده قله الادب والوساخه والحياه الدنيويه. بسم الله ما شاء الله، وانت اللي بتقوميش من على السجاده خالص يعني. الحياه الدنيويه كلمه تقيله قوي يا هدير، انت فاهمها يعني ايه الحياه الدنيويه؟ مش عارف ازاي. فيديو طويل قوي وفي فيه هري كتير قوي، ما اعرفش الحته دي هتبقى طويله اصلا عندنا هنا. يا جماعه الباب بيتكسر عليا، الحيوان ده جايب لي نقطه مدينتي، بيكسروا عليا الباب. انت عامله الستوري دي عشان نلحقك. احنا لو جينا نلحقك ممكن نيجي نلحقك من ضيق التنفس اللي ممكن يحصل لك دلوقتي. بالراحه ومحدش بيجري ورانا. اللي جاي لك حكومه بسبب الفيديو اللي انت نزلتيه اللي عمل ضجه، فتعالي بقى نشوف ده ايه ده. فانت بتنزلي الستوري دي عشان الناس تيجي تلحقك من الحكومه؟ إيه ازاي؟ طبعا هدير كانت مرتبطه بشبيه تامر حسني رقم 1 في مصر، فاكيد لما يشوف هدير في محنه شبه دي هياخد رده فعل اكيد. يعني مش دي عشره يا جدع. مين اتحبس ومين اتاخد ومين اتضرب؟ انا مالي، انا مالي يا عم، انا فاضي للعبط ده يا باشا، راجل مسافر بسمع تامر حسني، انا مالي. اسمع الله. يعني لو انت ما شفتش قبل كده الراجل ابو صرم اديك شفته. الولا شمتان فيها شماتة، انا ما شفتش حد شمتان كده. يلا ولا تنسوا الفضل بينكم. يلا هي اللي شهرتك، يلا هي اللي خلت الناس ترجع تشوفك تاني. انا كنت حرفيا ما شفتكش من ايام ما كنت بتراكت على البنات العريانه، ما شفتكش غير معاها تاني. يعني هي كانت السبب ان انا اشوفك تاني. اشكرها لو مش هتشكرها على الاقل ما تجيبش سيرتها. اكيد بابا وماما ما ربناش على كده ان احنا نشمت في بنت في دقيقتها، صح يا محمد؟ وحتى لو الزمن اضطر ان احنا نكون راجل بصرم، نبقى بصرم على راجل زينا مش على بنت، حتى لو هي كانت ايه. ولو زعلان ان الناس كانت فشختك عشان انت مرتبط بيها وكده، فانت اللي كنت مختار كده يا محمد، وما اخترتش كده اونطه، لا اخترت عشان عارف ان انت هتتشاف من خلالها.
بس حتى هنا الكومنتات بتشجعك فشخ. عارف يا اوتاكا، انا بحس على طول ان انت عندك ميول تبقى مرة شريفة. يعني انت هتلاقي محدش كلمك ولا عبرك اصلا يتنقل على خيبتك، يعني انت العادل قوي. الناس اجريسيف قوي من ناحيتك، مش عارف ليه. يعني انا تقريبا شفت معظم الفيديوهات اللي بتتكلم عن الموضوع اصلا، لكن برضو الى الان ما فهمتش ازاي هي جابت نسخة الكاميرات بتاعت شقته هو ونزلت وهي بتتضرب. دي مش عارف افهمها بجد. فيها بقى هدير ايه، تعال نخش نشوف المنشات التانية. مستعجل قوي عاوز يتصور العريس هيموت من الضحك. انت مأنجش في العريس ليه؟ انا عايز افهم. وبعدين بتسلم على العروسه ليه؟ يعني محدش قالك ان ما ينفعش ولا الكلام ده عندكم عادي باين. الراجل يعني اتلسع لسعه مش في دراعه، اللسعه دي جت في الخلفيه. ربنا يستر ما تكونش شاطر. جماعة جاهزين تعرفوا عريسنا النص؟ طبعا انتوا عارفين ان النص بتحب القديم، وعمري في حياتي ما هغير عريسي ابو قديم وربنا يديمه. ابو قديم وربنا. الواد ده كان تقريبا كاتب كتابه عليها وبعد كده سابها تقريبا، ومفروض هيرجع لها دلوقتي. فهو كان كاتب كتابه على ما اعتقد يعني، فاللي هم اتطلقوا. هو اكيد لما سابها طلقها، فدلوقتي يعني ايه، مش المفروض في محلل تقريبا ولا هو راح فين؟ ربنا يديمه. بتحبها قد ايه يا يوسف؟ استحملوا مشاكل كتيرة وعدوها ورجعوا لبعض. ويوسف ماله عنده ارتخاء في الاعصاب كده؟ مالك يا يوسف؟ انت كاتيان كده ليه يا حبيبي؟ فت صدرك شويه ولا انت كده فرده؟ رجعوا لبعض بعد سنتين رجعت له تاني. بعد سنتين يا جماعة. ده حبيبي. ما لقيتش حد امشي كلمتي عليه والله، دورت كتير ما لقيت. ناس بصراحة ما يستاهلوش ياخدوا حنانك ويزيدوا امنك. يا حاج حجوج حبيب قلبي، صح النوم. في واحده ناقصه ربايه واقفه جنبك، يعني ممكن نقوم نربيها ونرجع ننام تاني؟ معلش لو هنقلقك، احنا اسفين والله. هو من دي الشقه يعني ملقاش حته نهز فيها غير جنب راس الحاج. انتوا عايشين في طرقه ولا ايه؟ قعدت ابص له كتير، مش عارف الصراحه هو نايم ولا في غيبوبه ولا هي عملت فيه حاجه ولا مش عارف. واحد يا اخي بقى بيشوف حاجات مش عارف يستوعبها. المصيبة ان انا شفت واحدة كده بتقلد، يعني بتخوض في سمعة واحدة، وهي بتتعامل مع خطيبها اصلا كأنهم متجوزين. يعني انا شفت واحدة، يعني انا مش بلمح لحد، مش بلمح لحد، بتتعامل مع خطيبها كأنهم متجوزين. كانت بتجرجروا كده على الساحل بتجرجروا هو عريان كده، بتشدوا، بتتعامل معاه كأنه متجوزين. يعني علقته على انه واحد بيسند واحده طالعه على الحصان، وما علقتوش على انه واحد بتتكلم على سوزي، بتتكلم على سوزي. قاعد افكر مين ده يا علياء يا نكسه. انا مش بلمح على حد، انا ما اقصدش على حد. عندنا ستوري اسمها. انا نزلت تحت في الكومنتات لقيتهم جايبين سيره بابا علياء ومامة علياء وجدودها تقريبا برضه في الكومنتات. بافظع الالفاظ والله. الناس بقى بتحبك حب علياء كل يوم بيكبر. الفيديوهات دي بتتعمل بيعدوا الايام وتكون ايام بجد، لكن انتوا بتعدوا الثواني وهتتجوزوا دلوقتي. كذبوا كتاب. بيقول لك لما الترند يتراكم عليكم ولا حدش يعمله. تحس ان هم صوروا فيديو في اخر 10 دقايق قبل ما يلبسوا الفستان. هو انتوا بجد بتروحوا للراجل وتقولوا له لو سمحت احنا عاوزين تين شوكي وبيديكوا تين شوكي فعلا؟ ما انا اقول له ايه؟ ليها نطق معين؟ ازاي مش بتقولوا لو سمحت احنا عايزين براكلي بير؟ بلاكلي بير؟ اوه يا براكلي بير. من هنا براكلي ورايح بير. هتروحوا تقولوا له لو سمحت احنا عايزين براكلي بير. او عادي كراح اقول له عايز بلاكلي بير، بس لو خدني تحت العربيه عمل فيها حاجه يكون انت اللي شايله ذنبي. بالفيديو اللي انت عاملاه ده انا بحملك المسؤوليه كامله لو حصل لي اي حاجه. بليز اديني 4 بالكامل بلاكلي بير. المقاطع اللي كنت اتابعها واصدقائي. انا جبت لكم فيديو اخطر من الفيديو اللي فات. النهارده هتصل برقم ابليس. مش فاكر اليوتيوبر ده كان اسمه ايه، لكن ده كان من اقدم الناس على اليوتيوب. كان بيتصل بابليس وبسبونج بوب وبمريم والحوت الازرق. كان ممكن يرن لك على اي شخصيه خياليه ويكلمها لك فعلا. حاليا يا جماعه انا عمال اتصل بالرقم ولسه ما ردش. تلاقيه في اوردر ولا حاجه. ابليس دايما مشاغله كتير. ابليس بيقول له شباك علامه الدولار علامه في المية شباك. الو اصلا ولا تقدر تعمل حاجه، لا انت فهمت هو بيقول لك ايه؟ ولا 10 زيك ولا انا خايف منك. لا 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 بدا يلعب بالرينج لايت. اللي بيحصل يا جماعه؟ ابليس بقى. الو
الو الو يعني ده اخرك مثلا رد يا ابليس. الفيديوهات دي زمان ازاي كانت تعدي كده؟ ان انت تطفي النور وتولعه؟ انا كده اخاف منك. ده اخرك يعني يا ابليس. كانهم بيكلموا في التليفون. المفروض ابليس اللي هو موجود بقى معاك بقى حضر، يعني الموضوع ممكن يتحل ويختفي بقفله السكه، بس صرفته كده خلاص. مثلا ممكن اعمل حاجات تانية. زي ايه مثلا؟ مش عارف انا افتكرت الايام دي في فيديوهات كتير قوي يا جماعه الواحد كان ممكن يتكلم عليها في الايام دي بجد، مش عارف كانت بتعدي ازاي. هو ده بقى حرفيا زمن الطيبين، خلاص ما عادش. اوكي يا شباب، الفيديو ده مش عارف طويل ولا قصير يعني انتوا نصيبك بقى، فلنستكفي بهذا القدر. وقت كمان حد يلاقي تحت الفيديو وما تنساش تكتب الارض. باي باي.